بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. أهلا بيكم يا أحلى أخوات وأحلى متابعين. في الفيديو ده إن شاء الله أنا هعمل الرقاق الطري. يلا بينا أقول لكم على المقادير وتشوفوا الطريقة معايا هنا 6 كوبايات من الدقيق بالمج بتاع الشاي، يعني كيلو إلا ربع من الدقيق. وتنخل الدقيق كويس قوي قبل ما تعملي بيه أي حاجة. معايا هنا 3 كوبايات من المية بالمج بتاع الشاي برضو، ومعلقة صغيرة من الملح. دي كل المكونات بتاعة الرقاق، مية ودقيق وملح. هنا معايا بقى بوكيه ورد جايبهولي حفيدي هدية، حفيدي يوسف، شكرا يا يوسف. فقلت احطه جنبي كده وانا بصور. اول حاجة هعملها بنزل بنص المية، بس مش هحط المية كلها مرة واحدة، نص المية، واخلي النص التاني بزوده على الدقيق شوية بشوية لحد العجينة ما تلم معايا وتظبط. ممكن الدقيق ما ياخدش المية كلها. بضيف الملح، بدوب الملح مع المية، وبعدين هنزل بالدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. لو هتعجني على ايديكي لازم تعجني العجينة لمدة 10 دقايق، على حد العجينة ما تنعم في ايدك كده وتبقى حلو. هرفع الطبق على العجان بقى واسيبه لمدة 10 دقايق لحد العجينة ما تتعجن كويس، وازود المية حبة بحبة. وبعدين بعد ما تخلص ان شاء الله ال10 دقايق والعجينة تظبط هتشوفوها معايا. دي العجينة اهي بعد مرور 10 دقايق من العجن، زي ما انتوا شايفين كده اهي، ولا هي طرية قوي ولا هي جامدة قوي، ما شاء الله. وفات حبة صغيرين قوي من المية. العجينة بتبقى بالشكل ده كده. طبعا لازم يكون فيها المطة دي، العجينة بيبقى فيها عرق علشان الرقاق يتفرد معاكي حلو. هبدأ بقى اكورها كور صغيرة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت بتعمليها كور على قد الصينية اللي انت هتعملي فيها، يعني لو هتعملي في صينية كبيرة بتخلي الكور كبيرة، هتعملي في صينية صغيرة بتخلي الكور صغيرة. انا دهنت الصاج بالزيت حبة خفيفة كده من الزيت علشان العجينة ما تلزقش فيه. انا شايفة ان الحجم ده كده حلو. باخد بقى القطعة كده من العجين وبلمها في ايدي، يعني باخد من بره لجوه من بره لجوه بالشكل ده كده علشان تطلع مدورة كده وشكلها حلو. وبلفها على ايدي كده دقيقة او ثواني يعني علشان تنعم بقى وتبقى مدورة. هكمل بقى الصاج كله بنفس الطريقة، ولما اخلص ان شاء الله هتشوفوه معايا. كده انا خلصت الصاج كله اهو، قرصت العجينة كلها ودهنت وشها بحبة بسيطة خالص كده من الزيت، وهغطيها بالمشمع. وبعدين هغطيها بقماشة كده واسيبها شوية لمدة ربع ساعة علشان العجينة ترتاح. لازم ترتاح العجينة عشان لما اجي افردها تتفرد معايا كويس. هسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة ونبدأ بقى نفردها سوا مع بعض. ده كده بعد العجينة مرتاحت لمدة ربع ساعة ببدأ افرد فيها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. بين كل واحدة والتانية بحط حبة من الدقيق وارصهم على بعض. دول 4 وحدات. الدقيق اللي انا بفرد بيه ده دقيق الذرة، وعليه معلقتين كبار من النشا. كده خلاص الدور خلص اهو. دول 4 وحدات. احنا عندنا في البلد بيفردوا الرقاق على الطبلية كده بايديهم، وفي منهم اللي بيعمل بالنشابة برضه، يعني كل واحدة بتعمل الطريقة اللي هي متعلماها. زي ما انتوا شايفين كده بقى بدأت افردهم خالص اهو. هما كده خلاص تمام اهو. شايفين الرقاق عامل ازاي؟ ما شاء الله، عسل.
هكملهم كلهم بقى بنفس الطريقة كده. طبعا هفردهم جزء جزء، وبين كل واحدة والتانية زي ما قلت لكم بنحط حبة دقيق اهو. هكملهم كلهم وبعدين نبدأ في مرحلة التسوية وتشوفوا معايا. كده انا ولعت الكانون زي ما انتوا شايفين وسبت الصاج لما سخن، وهبدأ بقى في مرحلة التسوية. طبعا النار بتبقى هادية شوية في الكانون علشان الرقاق يستوي معايا حلو. اول واحدة اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. تسوية على الكانون سهلة وبسيطة خالص. طبعا الرقاق الطري احنا عندنا هنا في البلد بنسويه على الصاج، والرقاق الناشف بنسويه في الفرن. اقلبها الناحية التانية كده واحط اختها فوقيها. هو احنا بنسويه من ناحية واحدة بس عشان الرقاق يبقى طري، لان لو استوى من ناحيتين هينشف. يبقى بالشكل ده كده. هقلبها بقى الناحية التانية اهو على نار هادية. انا بسيبه بس ياخد لون كده بسيط يعني، علشان يخلي ريحته حلوة وطعمه حلو. هكملهم كلهم تسوية بالشكل ده كده وارجع لكم تاني ان شاء الله. وده الرقاق اهو بعد ما استوى زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله شكله حلو وريحته حلوة، وان شاء الله طعمه هيبقى احلى. شايفين الرقاق عامل ازاي؟ ما شاء الله. بألف هنا وشفا لكل اللي هياكل. اعملي الرقاق بالطريقة دي هيعجبك قوي. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. أشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله.